اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدنيا بتمطر بتشتي، ادعوا. ادعوا على كل اللي ظلم حد، ربنا يدوقه من نفس الكاس اللي ظلمه منه. ادعوا على كل حد بيحتكر حد، ربنا يدوقه نفس الكاس. ادعوا وادعوا ان ربنا ينجح ولادكم ويكبر خاطركم ويديكوا اللي بتتمنوه وبتحلموا بيه. قولوا يا رب. ساعة الشتاء كده الواحد بيحس انه بيبقى عايز يقف في الشارع تحت المطر ويغسل حاجات كتير قوي فوق دماغه. ربنا يهون عليكم كل الأيام الصعبة وعليا معاكم، اللهم آمين. ادعوا لأختي بالرحمة والمغفرة، وإن ربنا يرحمها ويغفر ليها وينور قبرها هي وأبويا وجميع موتاكم ويسكنها الفردوس الأعلى، اللهم آمين. كان عندي يا أختي نص كيلو لحمة في التلاجة، محتارة أعمل بيه إيه. قلت يلا يا بت قومي. فكرت كده في أكلة من الأكلات الشتوية، وأنا حاطة بقى إيه يعني أمل إني هتدلع النهاردة هعمل الأكلة دي كلنا هنفرح بيها. تعالى أحكي لكم بقى اللي حصل. هقطع نص كيلو لحمة مكعبات صغيرة، مش هقطعها كبيرة، مش بحب أحط اللحمه في اي اكل قطع كبيره، بحبها قطع صغيره كده، ودي ترجع لك انتي بتحبيها كبيره يا اختي حطي كبيره، بتحبيها صغيره حطيها صغيره. صلوا بقى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هو انا قلت في اول الفيديو الصلاه على الرسول ولا لا؟ بجد والله ما فاكره. يلا تاني نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ربنا يهون على كل حد قلبه وجع قلبه. هنا حطيت معلقه سمنه، وهنزل فيها بنص كيلو لحمه واشوح اللحمه دي كويس قوي لحد لما تاخد معايا لون. يعني انا عايزاها تلون، عايزه ان انا اعمل منها شوربه غامقه شويه زي ما يكون فيها مثلا ديمجلاس. انا مش هعمل بقى ديمجلاس ولا كلام من ده، انا هشوح اللحمه كويس قوي وهروح نازله عليها بميه واسيبها بقى ايه حبه فلفل اسود كده واسيبها تتسلق او تستوي نص سوا. فصين حبهان، فصين مستكه، بصلايه 4/4. مش هحط اكتر من كده، انا مش عايزه اكتر من كده، لا عايزه طماطم بقى ولا بوكيه جرنيه ولا الكلام ده كله. اول بقى ما خدت معايا اللون زي ما قلت لكم، نزلت عليها بلتر ميه وهغطي عليها واسيبها تستوي 3/4 سوا. يعني خلاص تبقى خلاص داخله على السوا، هنرجع لها تاني. هنركنها بقى على جنب ويلا بينا نشوف هنعمل ايه هنا مكانها. هنجيب حله، وهنا بقى بعد ما سمعت لي كلمتين قررت ان اعمل طبخه تانية واكله تانية ووصفه تانية. هتعرفوا ليه؟ والله كل حاجه هقولها لكم. هجيب بقى حله واقطع فيها بصلايه كده كارو او ناعم علشان اقلي للوصفه التانية. وكنت مفكرة ان الوصفة التانية هتعجبهم، طلعت الحمد لله سمعت كلمتين اكتر من الاولانية. بعد ما خرطنا البصلة زي ما انتم شايفين، هنحط عليها حتة من السمنة او حبة زيت زي ما تحبي. المادة الدهنية دي طول عمري بقولك، المادة الدهنية اللي تريح معدتك وتحبي تشتغلي بيها او موجودة في بيتك هتديكي تيست واحلى تيست كمان. تمام كده. وهنشوح بقى البصل بتاعي ده لما يبدأ يدبل كده كأنك بتقلل اي اكلة عادية خالص، سبانخ بتنجان فاصوليا لوبيا اي حاجة. هنضرب نص كيلو طماطم في الخلاط، وهحط قرن فلفل وحتة توم مع البصلاية وهي بتتشوح. زي الفل زي الفل. لحد كده احنا ماشيين حلو خالص والدنيا رايقة والغزالة رايقة زي ما بيقولوا. حته توم بقى مع قرن الفلفل زي ما قلت لكم والبصلايه، ونشوحهم كويس. واول ما يبداوا يدخلوا كده على ان هي تدبل كده وتبقى داخله على ان هي تصفر، هروح حاطه عليها النص كيلو طماطم. بس انا هنا هصفي بس كده. لحد كده برضو ارجع تاني واقول لكم معلش على فكره المونتاج فصل مرتين. هنصفي بقى النص كيلو طماطم زي ما قلت لكم وهسيبها تتسبك تاخد وتدي براحتها خالص، ونرجع لها تكون اللحمه قايمه يعني داخله على السوا، الصلصه اتسبكت واللحمه ملهاش علاقه بالصلصه خالص. نيجي هنا بقى، وكان عندي ربطتين من السلق وربطه من الكزبره هقطفهم زي الملوخيه، عايزه الورق بتاعهم بس. بعد ما غسلتهم كويس هاخد الورق بس، مش هروح ناحيه العروق لان العروق هتفضل معايا وهتديني تيست مش احسن حاجه، فيفضل انك تاخدي الورق الاخضر بس. بصوا انا بقطفه ازاي. الله اكبر، الله اكبر يا عزيزي يا رب، يا رب.
طفنا السلق والكزبره كلهم في قلب الطاسه، ويفضل تجيبي حاجه واسعه، يعني حاجه كده مرحرحه عشان تفضلي توسعي لهم كده، يبقى كله لون واحد وتحميره واحده، ما يبقاش فيه حته دبلانه وحته متحمره، حته غامقه وحته فاتحه. كل الكلام اللي انا خرطته ده هاخده بالسكينه كده واقطعه زي السبانخ. الموضوع سهل خالص على فكره، انتوا اللي مصعبينه علينا، مش انتوا يعني، لا عيالنا، عيالنا والله. هاحط بقى ده واسيبه يشرب الميه، يعني هو في ميه فانا عايزاها تتبخر الاول، وبعد كده هنزل عليها بمعلقه كبيره من السمنه، ومفروض احط 4 5 فصوص توم سلام. فانا عندي التوم زي ما انتوا عارفين اختكم فرماه ومجهزاه على التشغيل على طول، فهاخد منه بس في الاخر مش دلوقتي، لكن لو التوم عندك سليم حطيه من دلوقتي عشان يتحمر كده وتاخدي ايه، تيست التوم عالي قوي مع السلق والكزبره. هفضل بقى اقلبهم كويس لحد ما يتشوحوا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ويبداوا يقرمشوا كده، بصوا تحسوا وانتي بتقلبي كده في صوت خرمشه، هي صوت القرمشه والخرمشه دي اللي انا عايزه اوصل لها مع السلق. هقلب بقى كل الكلام ده كويس مع بعضه واشوح التوم. لا هتلاقي التوم يبدا يصفر، هو كده كده السلق خلاص وصل لصوت القرمشه اللي انا عايزاها. اول ما التوم يبدا يصفر هروح رافعه الطاسه بتاعتي دي من مع على النار، انا عايزه التوم مستوي مش عايزه ابيض. وهركنه على جنب لحد ما اجي استخدمه او لما اعوزه. هنحط بقى فلفل اسود وكمون وكزبره، بهاراتك العاديه الكلاسيك خالص، ما فيهاش اي اختراعات ولا افتكاسات. دي على الصلصه اللي احنا سبكناها بالثوم والبصل، اهو حبه كمون حبه كزبره حبه فلفل اسود وبس كده. هحط بقى كوبايه ميه بعد ما تتسبك ونحط مكعب مرق وكده. هخفف الصلصه بتاعتي بكوبايتين ميه، وبعد كده اول ما تغلي تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. نرجع بقى للصلصه، رحت رديت على التليفون ورجعت لكم تاني. هنا حطيت مكعب مرق وحبه ملح وبس كده. هنسيبها تغلي ونرجع لها تاني، لان ما ينفعش نضيف فيها حاجه الا لما تكون بتغلي. وهنا غليت معايا الصلصه، هنزل فيها بعدد بيض اللي انت عايزاه. عايزه تحطي 10 بيضات 7 بيضات، في ناس بيقولوا عليها بيض بالصلصه، وفي ناس بيقولوا عليها شكشوكه خفيفه، وفي ناس بيقولوا عليها ايه تاني، يتقال عليها ايه تاني، هو بيض. تمام. وانا قلت بقى يا بنتي يا سمر النهارده قومي اعملي لهم حبه بيض ورز محمر وحاجه كده، اي حاجه بقى تبقى سخنه كده وفيها بروتين خفيف. قوم ايه يا اولاد، ايه يا ماما هو انت يا ماما جايه تخترعي في حاجه؟ يعني انت جايه تخترعي فينا يا ابني؟ اخترع فيكوا ايه؟ والمصحف الاكله دي كانت امي بتعملها لنا زمان، لا اله الا الله. لا بس بتهزري يا ماما، بيض بالصلصه ازاي يعني يا حبيبي؟ والله كنا بنعمل كده زمان، انتوا بتهزروا. ده بالنسبه لعيالي واللي حصل من عيالي. شايفين بيضه بيضه كده، تشيلي بقى البيض كده بالصلصه تحطي على الرز، يا سلام في عالم اخر. نيجي بقى للحمه بتاعتنا، كانت خلاص استوت ودخلت في السوا. انا عايزه الشوربه دي نضيفه، بصوا زي الفل. بدل ما اصفي الشوربه جبت المصفنه وبقيت اطلع كل اللي في الشوربه حتى اللحمه. هشيل من اللحمه الحبهان والبصل وارجعها تاني للبيون او للشوربه. زي ما قلت لكم الاول بقى، عبال ما اللحمه تهدى بس شويه اعرف انقلها يعني، فرحت مقطعه ربطه من الكزبره الخضراء في قلب الشوربه، وهحط فص توم ني متقطع طبعا مش سليم، اهي حته التوم مع الكزبره. ونسيب الشوربه تغلي بقى والريحه. عارفين ايه المشكله النهارده في الفيديو ده؟ ان مفيش ريحه، ان التليفون مش مطلع ريحه. لو التليفون يوصل لكم الطعم والريحه اللي انا حاسه بيهم حاليا هتضحكوا عليا. خلاص هنشيل بقى اللحمه منها البصل والحبهان والكلام ده، ونرجع بيها كده سولو ما فيهاش اي حاجه على الحل على طول. هنا بقى هنفضي ايه، كيسين القلقاس اللي متفرزين من السنه اللي فاتت. في حين ان الناس كتير عماله تقول ايه يا ترى القلقاس
اليومين دول هيستوي ولا مش هيستوي. بصوا هقول لكم على حاجه، القلقاس بالذات طالما الجو برد وشتا تاكلي احلى قلقاس عامل زي الزبده. بس انا عندي القلقاس ده من السنه اللي فاتت، باخده اغسله تحت الحنفيه بميه سخنه كده. وبصوا هوريكم شكله ما تقولوش ان هو متفرز، لا مكرمش، بصوا فريش فريش يعني. بغسله غسله محترمه. انا بغسل القلقاس. في ناس ما بتغسلش القلقاس، لا انا بحب اغسله، وبروح واخداه من غير ليمون ومن غير اي حاجه بميه سخنه الاول، اسيح من عليه التلج، وبعد كده بغسله ايه الغسله العاديه بقى بميه عاديه. هحطه بقى هنا، ما بياخدش 3 4 دقايق هيكون استوى. يعني عايزه اقول لكم بيستوي حلو جدا، لان احنا بنخزنه في اخر طوبه فبيبقى زي الفل. هاخد بقى حبة السلق اللي انا حمرتهم وكانوا بيقرمشوا دول، كان زمان بيخليهم يقرمشوا ليه؟ عشان كنا بنهرسهم بايد الهون لحد ما ينعموا يبقوا شبه العجينة. فدلوقتي ربنا يعني ايه الحمد لله بقى اكرمنا، وبقى في خلاط وكبة ومعرفش ايه، ومالكوش دعوة باللي حصل ده خالص. الطرطشة دي وارد تحصل في اي حاجة، بالذات لو كانت سخنة. هضربها بحبة شوربة لحد ما ينعم قوي، وهروح مصفياه بالمصفى، عشان مش عايزة يكون في حاجة متفلة. اه يا جماله يا جماله. ويقول لي طبيخك غامق ليه يا فوزيه؟ هو في غمقان احلى من كده؟ بالله عليك. طب اهو مش هحط لك الغامق، هحط لك الفتح. وريني انه هتتقبل، هترجع للغامق التاني وانت راضي ومقتنع ومبسوط. يلا يا بت بشرقيها عليهم ولا شبرقيها عليهم، واعملي لهم صينيه رز معمر فريش كده ويعني ايه، عايزه اقول لكم تعمل ايه، تدفينا كده. يعني عايزين انتوا رز سخن وقلقاس سخن وبيت سخن، كل الميكس ده. على فكره الاتنين مش هيتاكلوا مع بعض، في ناس هتاكل دي وفي ناس هتاكل دي. حبيت يعني ادلعهم، مش انا كده مدلعهم يا ولاد؟ نرجع للقلقاس، كان استوى وبقى زي الفل، وهحط الرز في الفرن. قلبي الضعيف لا يحتمل. اللحمه مستويه والقلقاس زي الزبده، بطفي عليه في سنه صغيره لان السخونيه بتكمل سواه. وبس كده، ده بالنسبه للقلقاس. والبيض برضو خلص معانا. نيجي بقى لصينيه الرز، وبصوا بقى صلوا على النبي، صلوا على النبي. بصوا الصينيه كان الوش بتاعها واصل لحد الشبكه اللي فوقيها. اللهم صل على سيدنا اللهم محمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد وعلى شفيعي محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا حرفيا زي ما قلت لكم، الوش ده لو كان لقى مساحه كان طلع اكتر من كده، كان قابب في الشبكه اللي فوقيه. اه والله العظيم. وانا بطلعه قلت بس هيتقطع دلوقتي، اول ما هويله بقى كده بالمعلقه هينزل، هيهبط دلوقتي. كل ده وش فوق، بصوا كل ده وش، يعني لو شلته بايدي كده هتلاقوا اهو هيهبط، هتلاقوه بينزل بقى دلوقتي. عندي بقى سمنه متسيحه، هاخد منها مغرفه كده. قلبي الضعيف، ايوه ايوه، اديله بقى كله سخن في سخن، واديله لبن فلاحي وسمنه فلاحي ورز بلدي، ولا يهمنا. عوضتهم انا بصينيه الرز دي. بس احطها بقى في الفرن 10 دقايق تتشرب، وبالهنا والشفا. نيجي بقى هنا، تاكل يا ابني؟ اكل ايه يا ماما؟ قلقاس ما بحبوش. طب يعني في اكله تانية؟ لا ما هو دي اختراعك انت يا ماما، انت انت مسؤوله عليها، كليها. تاكل يا حبيبي. طب انا بقى حد يقول لي ان ده ازاي من غير بنجر؟ انا لونت وعملت ميك اب للليفت من غير بنجر، والله العظيم من غير بنجر. الليفت اصلا كان حلو، كان لونه جميل مع الخلطه بقى اللي انا بعملها ليه. زي ما انتم شايفين لونه كده. انا بعشق مخلل الليفت، وكمان بخليه يلون، وبعمل الميه الحمراء بتاعته من غير بنجر. هو البنجر مفيد ومش وحش وحاجه حلوه قوي، وانا باكله سلطه وباكله في اي حاجه. بس انا مش بحب لونه في الليفت، يعني بحب الليفت يكون البينك اللي انتوا شايفينه ده. وده قايله لكم على طريقته اكتر من مره، المره دي انا نسيت اصوره معاكي، بس والله العظيم ما فيه بنجر. غرفت طبقين رز. هنا بقى يعني عارفين انتوا تاكل لا، فغرفت طبقين. والله اللي نفسي يجي ياكل معايا هو حر، ملوش هاكل الطبقين. وواحد قلقاس، هاكل واحد بالقلقاس وواحد بالبيض. وهي دي الطبخه الغامقه يا فوزيه، اللي ممكن تسمعي عليها كلمتين يسمموا بدنك، بس يلا مش مهم. اهو بيض، اهو بيض اهو بصلصه. هتاخدي البيض تحطيه على الرز كده تحسي بتحافه. انا ايه اللي انا عملته يعني؟ ايه ذنبي انا يعني؟ اهو التاني خالد قاعد بره من غير اكل، ونشوف الباقي والبقيه تاتي.